بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد درس في 44 من دروس الفقه المالكي، مثلا موضوع أحكام الزكاة. أحكام الزكاة يدرس إن شاء الله عبر حلقات. الحلقة الأولى اليوم، الجزء الأول اليوم، مع الحلقة رقم 44. مثلا ذي المقدمة الدينير باللي موضوع الزكاة أخت الصلاة. الزكاة ذو التماس نصلي. إذا ربي سبحانه عز وجل ذي القرآن الكريم 27 مرة مقترنتان جاءت الصلاة والزكاة في القرآن بالاقتران في 27 موضعا، يعني سنتد كيف كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 110: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أكيد دوكولنت 27 مرة، ولكن مجموع الآيات اللي تكلمت عن الزكاة 30. 8 في القرآن المكي، 22 في القرآن المدني. 8 ثكال يدفذ ربي الزكاة ذي مكة المكرمة، يعني أقصد القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة النبوية، ولكن 22 مرة في القرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة النبوية. ولكن بالاقتران أمكدو سنتك الدوكلنت فظليت أكد الزكاة العشور وسنتدي 27 مرة باش نفهم باللي الزكاة ذو التماس نتظلف. دائما ذي المقدمة إذا كان حصيث مثلا باللي الزكاة عبادة مالية واجتماعية. شو المعنى يس؟ عبادة مالية وعاؤها المال، ذا ذريم ذي المال، ذي زقارن، ذي اللوزينات، التجارة إلى آخره. كل هذا في قضية كل الأموال، خاطر ما دينظ الأموال ماشي كان دي ذريما، حتى الأمور الأخرى كما سيبينها إن شاء الله كي نتكلموا عن أوعية الزكاة. إذن أوعية الزكاة كثيرة، فهي عبادة مالية وعبادة اجتماعية، معنى تسعى بعد اجتماعي وتسعى بعد نفسي، بعد اقتصادي، بعد حضاري. معنى الزكاة متعددة الأبعاد. طيب، دايما دي المقدمة موضوع الزكاة مثلا سمحتي متعلق بالمال، والمال يعني ليس بالأمر الهين. خاطر ممكن تقول واحد يصلي يتوضا ويصلي، مي كي تقول له زكي معناه يخرج مال، وهذا يحتاج فعلا الزكاة برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصدقة برهان. بأعلاه في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، معنى برهان على صدق الإيمان. خاطر ممكن تلقى واحد يصلي نورمال عادي، مي كي يجي وقت الزكاة يعني كاين اللي يستثقل، وكاين اللي ما يقدمش الزكاة في وقتها، لأن الزكاة مثل الصلاة ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فصلي شو دغ الوقت، ولا الزكاة تسع الوقتيس والساعة الشروطين سنشرح إن شاء الله بعد حين. ثورة نروح مباشرة نكشم ذي التفاصيل. نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي تعريف الزكاة. تعريف الزكاة باختصار، أولا من ناحية اللغة، لغة الزكاة من كلمة مشتقة من كلمة زكاة، وزكاة ذي اللغة العربية معناه نمى، معناه طهر. من معاني الزكاة لغة تسعى معنى الطهارة، تسعى معنى البركة، تسعى معنى
النماء وقيذ اللغة العربية. وسبحان الله يعني من الناحية الشرعية تعرفها هي الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله عز وجل للمستحقين لفائدة المستحقين. بمعنى هي حصة مقدرة. أشحال السفر ما سياض إزقال، ما سياض المال، ما سياض الذهب، ما سياض الفضة، ما سياض ذريما، ما سياض في قدقيق قرسنت أوعية الزكاة. إذن هي حصة مقدرة في كل وعاء، في كل وعاء كما سيأتي البيان. ولكن هذه الحصة المقدرة من المال للناد فرضها الله، معناه فرضها الله في شرعه الحكيم كتابا وسنة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك ما دامنا هي حصة مقدرة محددة باش نفرقوها عن الصدقات المطلقة. الصدقة واللي بغى يصدق يصدق بلا حدود، يصدق 100,000 ولا 100 فراك ولا 100 مليون، ماهيش محددة. ولكن إذا تعلق الأمر بالزكاة لا، الزكاة عندك مقدار معين تقدمه. مثلا إذا كان واحد عنده 400 مليون سنتيم يعني 4 مليون دينار ودار عليهم الحول، دار عليهم العام، أشحال يخرج؟ 2.5%، 2.5%، 10 ملايين. معناتها استنض ذمتك مشغولة بالزكاة إلى أن تقدمها لمستحقيها. يقول لك شحال نقدم؟ تقول له 10 ملايين، هذه هي 2.5%، يعني 400 مليون سنتيم مضروبة في 2.5 مقسومة على 100 تلقى 100,000 دينار، يعني 10 ملايين سنتيم. هذه زكاة لازم يقدمها حصة مقدرة. ولكن إذا بغى يزيد هو حر، يقول لك نمد 15 مليون، قل له 10 ملايين، هذا حق الفقراء والمساكين وهو يعني المستحقين اللي هما سنذكرهم إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب. أما الزيادة هذه تعتبر صدقة نافلة، كما موجودة النافلة في الصلاة. واحد صلى العشاء 4 ركعات فريضة مكتوبة، ولكن الزائد نوافل صلي واش حبيت، 10 ركعات 20 ركعة وهكذا، هذيك نوافل. وكذلك في الصيام، رمضان فرض، ولكن حبيت تصوم الصيام تاع صابرين، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، أنت حر. هذه كلها نوافل. نوافل الصيام، كاين نوافل الصلاة، كاين نوافل الزكاة. نافلة الزكاة هي مطلق الصدقات، فهمنا؟ إذن قلنا حصة مقدرة شرعها الله عز وجل، فرضها الله عز وجل على أموال. هو فالمال هو وعاء الزكاة، لكل مال حصة مقدرة شرعا. وبعدين في آخر التعريف قلنا لفائدة مستحقيها، باش يكون تعريف جامع مانع، تعريف كامل. لفائدة مستحقها يعني للذين ذكروا في القرآن الكريم في سورة التوبة في الآية رقم 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ربي ذكرهم بالتفصيل، سيأتي البيان في الوقت المناسب، نشرحوهم إن شاء الله بعد. هذه إذن تعريف الزكاة. وقد قال الإمام الماوردي في الباب رقم 11 قال: الصدقة زكاة والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى. الإمام الماوردي هو من كبار أئمة الدين، من كبار علماء الإسلام، عنده كتاب شهير اسمه
الأحكام السلطانية في الباب رقم 11 ذكر ولاية الصدقات واعطانا هذا المعنى العميق. قال الصدقة زكاة والزكاة صدقة يفترق الاسم ويتفق المسمى. واش نفهموا من هذا؟ باللي كي تقول صدقة وتقول زكاة كيف يفترق الاسم ويتفق المسمى، بدليل ربي سبحانه قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية وين جاية؟ في سورة التوبة في الآية 104 ربي قال خذ من أموالهم صدقة، المقصود زكاة في الآية 104 من سورة التوبة. في السورة نفسها في سورة التوبة الآية 60 ربي قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، والمقصود بذلك الزكوات، المقصود بذلك الزكوات. ثانيا فرضيتها، ذكرنا التعريف تمهيد وبعدين أولا. ثانيا فرضية الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، فرضت في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعامين. والآيات كثيرة على كل حال. قلت لكم في مقدمة اللقاء ذكرت الزكاة 30 مرة في القرآن الكريم، 8 مرات في القرآن المكي، 22 مرة في القرآن المدني، المجموع 30 مرة. وذكرت الصلاة والزكاة بشكل مقترن يعني بالاقتران كقوله تعالى أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة في 27 موضعا. وبعدين نروح نقطة ثالثا نتحدث عن التحذير من عدم إخراج الزكاة. ما معنى هناك تحذير سواء في العقوبة الأخروية ولا في العقوبة الدنيوية. في الدنيا نبدأ بالدنيا. الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، يعني بالمجاعة والقحط. الحديث رواه الإمام الطبراني، بمعنى الناس كي ما يخرجوش الزكاة يكون هناك قحط، تكون هناك مجاعة، ما يكونش هناك أمطار، ما يكونش هناك غيث. وهذه من العقوبات الدنيوية، هذه عقوبات عامة على الأمة كاملة إذا لم تخرج الزكاة، أو إذا كان الكثير من المسلمين أهملوا هذا الركن، هذه الشعيرة من شعائر الإسلام اللي هي الزكاة. هكا نمسفهم. ولكن هناك عقوبات فردية، تلقى إنسان أعطى له ربي أموال وما يزكيش ويعطي له ربي المصائب. شحال من الناس اللي عندهم مصائب. طبعا المصيبة كي تجي يا إما تأتي ابتلاء من عند ربي سبحانه، يا إما تجي في شكل بلاء أي عقاب. ممكن تكون ابتلاء وربي يبتلينا، وقد وعدنا وقد أخبرنا في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. ذكرهم كامل في سورة البقرة الآية 155 الآية 156 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن ممكن بنادم مريسو فوار العشور أثيعقب ربي نتا وحدث بعد الشر يزمد غير فاس المصيبة يزمد الله لا يزمر باش كان باد ملا قادر راجعين نيسي في مسالاكي إلى العقاب ذي الدوني في وين نسوف غير الزكاة، يا إما عقاب خاص فردي يا إما عقاب عام خاص يعني يعم الأمة أو يعم المجتمع الإسلامي قاطبة. وهناك عقاب أيضا أخروي عند رب سبحانه، اللي ما خرجش الزكاة سوف يحاسب يوم القيامة، لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. النقطة رابعا مقاصدها. مقاصد الزكاة كثيرة، حكم تشريع الزكاة أيضا رب سبحانه يفرض في النار الزكاة. أتصل الحكمة قلنا منها الحكمة الأولى إخراج الزكاة
دليل على صدق الإيمان. شو المعنى؟ مليون ما يسوفوا العشور، المعنى الإيمان يصحى، الإيمان يصدق، إيمانه صادق، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام يمدينا الصدقة برهان. الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. المسفهان ماشي ولدي يخدم كان الأركان الباطل، لكن فصليت نصوم نصلي رمضان نصوم وين كان دراهم خاطين لا إلاق هذه خطر، هذا هو البرهان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية تطهير نفس المزكي من البخل والشح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. معناتها اللي يعشروا أموالهم ربي يصفي النفوس نتاعهم، ربي هذه الزيزدي ثانفسي ثنسن، هذه الزيزدي أولون نسن ويقاذي تعشيرا. صافي ذاك حاجة كبيرة يا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية مقصد جليل، هذا مقصد من مقاصد الزكاة. وزيد واحد اللي يكون بخيل وشحيح مع الوقت إن شاء الله كي يزكي 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 يولي إنسان جواد، يولي إنسان مول الخير. هذا يغال يريد شح يارا، هذا يغال هذه تزكي، هذه يحمليه الليلان، هذه يحمل هذه ينفق، هذه يحمل هذه السف غاذرين، وهكذا نمسفها. الله يبارك. ثورة أدنغال الحكمة الثالثة سد حاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين، تفريج الكرب. كي تعطي له الزكاة الواحد تنفس عنه كربة أو كرب الدنيا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا سعد اللي يعاون الفقراء والمساكين والمغابن. يكون واحد عنده مشكلة مالية وانت تعاونه تفرج عليه. مثلا واحد يكون من الغارمين، يعني عنده طلابة، عنده الديون، عنده ليدات، مسكين مهموم، هم كيفاش يقولوا هم بالليل وذل بالنهار. في الليل مسكين يبات مهموم، وفي النهار مذلول مسكين، يولي يهرب من الناس اللي يسالوا له. وتجي انت تقول له ما راني هنا ما تخافش، شحال عندك؟ يقول لك عندي 120 مليون نتاع الديون، جبتهم على المرضى على المشاكل، وربما شريت الدار ولا كريت الدار ولا حصلت ولا عندي مرضى ولا. تقول له راني هنا نزكي، نعطي لك دراهم، تعطي له الزكاة من زكاة المال. انت تبرأ ذمتك بينك وبين ربي، وهو تفرج عليه يدعي لك وعندك ما تفرح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بهذه البشرى النبوية، قال لك اللي ينفس على أخوه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة كي يكون عندك مشكلة ربي يفرج عليك وربي يخفف عليك كما خففت انت على الناس المغابن في دار الدنيا. لذلك يتمثل ثقيت الساعة مازال ذم قران الفقراء المساكين. وقال لك في ربي سبحانه دي سورة التوبة الآية 60. ثم كذلك الحكمة الرابعة التأليف بين قلوب الفقراء والأغنياء. وعلى بالكم أحيانا الفقراء يشوفوا الأغنياء بعين مش مليحة، عين ناقصة، ممكن يحقدوا عليهم. كل ما يشوف واحد بورجوا مركنتي يحقد عليه، يقول هذاك المركنتي انسانه وما ينفقش من ماله وما يزكيش وما النهار اللي الغني ينفق ويزكي يولي الفقراء يحبوا الأغنياء. وهذا مقصد من مقاصد الدين باش يزرع المحبة فيما بيننا. ومن مقاصد أحكام الشريعة التأليف بين القلوب. حتى الصلاة الجماعية كي نصليو جماعة دائما ونتشوفوا نتحابوا، أليس كذلك؟ النهار اللي نحجوا مع بعض نتحابوا،
نهار اللي نزكيو ونتحابوا ويكون الحب أيضا المحبة بين الأغنياء والفقراء، بين المزكين وبين المستحقين، وهكذا وهكذا. والصيام يعني من مقاصد أحكام الشريعة زرع المحبة بين الناس. لذلك يا جماعة الخير تطهير قلوب الفقراء، خاطر كاين فقراء يا لطيف، كاين فقراء يا لطيف واعرين ما يحبوش الناس تنفق عليهم وما يكرهوا يحسدوا، كاين ماشي كامل حاشا، ما يحب يشوف حتى واحد عنده باطيمة ولا عنده لوزين ولا عنده كات ولا عنده طوموب ما والو كاميون، كل ما يشوف واحد مركنتي يهضر عليه حاجة مش مليحة. واش نقولوا للفقراء؟ نقولوا اتقوا الله، اتقوا الله. هذا ما كان. إذا كان عاند لا تحاسد كما يقولوا، أنت تدعي للأغنياء باش ربي يزيدهم، وادعي باش ربي يعطي لك والسلام. لأن ربي سبحانه هو الذي أمر الأغنياء باش يزكيوا من زكاة أموالهم، وبعدين أنت تستفيد. إذا كنت من المستحقين لازم تعرف قيمة قدر الأغنياء، لأنه الذي يعطيك والذي يزكي تحبه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولطالما استعبد الإنسان إحسانه كما قال الشاعر. وربي قال في القرآن وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إلا قال يزدين ولا ونجليلا ما إلا إجليلا تسواليني مركنتيين سير ثمغلي نغاث نحسدن نغاث نسيري من سوين الشمثن والهرف لسن صافي الشرع تشريع الزكاة أماكن الزازدي أولاون إمركنتيا هذه الزازدي أولاون إيجليلا. الحكمة في 5 قاروث حصول البركة والنماء في الأرزاق وفي الأموال. معناتها اللي يزكي ربي يبارك في رزقه، ربي يبارك في أمواله ويبارك في رزقه. معنى اللي يزكي ما يخافش يقول دراهم نتاعي نقصوا، ما نقصوش، مستحيل ينقصوا. دائما ربي سبحانه يزيد في أمواله في البركة. قلنا في المعنى اللغوي لكلمة الزكاة معنى النماء النمو، معنى البركة معنى الصفاء النقاء. ميم المال هذاك يولي نظيف، هذا يزدي يرزقني، هذا يزدي وذي يزدي وذي مرني. أكا يكفى الدرس بوسا جاء ثلويث أرثميريث والسلام عليكم ورحمة الله.